العلاقات بين المغرب وفرنسا في المجال الأمني ماشي حاجة جديدة، ولكن دائما كتجدد وكتقوى مع مرور الوقت، خصوصا ملي كيكونوا تهديدات كبيرة كتحوم في المحيط الدولي والإقليمي. اللقاء اللي دار في الرباط بين المدير العام ديال الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي والمديرة العامة ديال الأمن الداخلي الفرنسي سيلين بيرتون كيجي في هذا السياق. هذا اللقاء ماشي مجرد بروتوكول، ولكن عنده دلالات كبيرة بزاف، حيث كيبين أن المغرب ولا واحد الفاعل أساسي في الأمن الدولي، وفرنسا كتعتمد عليه بشكل واضح، خصوصا في المجال ديال محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. المباحثات اللي داروا ما بقاتش غير في الكلام العام، ولكن مشات لعمق الأمور، بحال تطوير آليات التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعطيات. المغرب وفرنسا عندهم تجارب مشتركة ناجحة في الماضي، بحيث بزاف ديال العمليات الأمنية اللي داروا بيناتهم عطاو نتائج كبيرة وساهلوا تحييد بزاف ديال التهديدات الإرهابية اللي كانوا ممكن يضربوا أوروبا ولا شمال إفريقيا. المحيط اللي عايشين فيه المغرب وفرنسا صعيب بزاف، لأن منطقة الساحل والصحراء ولات بؤرة ديال التوتر والإرهاب، والجماعات المتطرفة اللي نشطة تما قادرة تشكل خطر كبير، ماشي غير على الدول الإفريقية ولكن حتى على أوروبا. فرنسا بوحدها ما قادراش تواجه هاد التحديات، خصوصا بعد ما تراجعت في المنطقة بسبب التغيرات السياسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهنا كيبان الدور ديال المغرب اللي عنده علاقات واسعة وكيتمتع بمصداقية كبيرة عند الشركاء ديالو. المغرب ماشي غير كيدافع على راسو، ولكن كيدافع حتى على الاستقرار ديال المنطقة كاملة، وهادشي فرنسا عارفاه مزيان، وعندها يقين أن التعاون مع المغرب هو اللي غادي يخليها تبقى محافظة على النفوذ ديالها وعلى الأمن الداخلي ديالها. فرنسا عاشت بزاف ديال الهجمات الإرهابية في العقد الأخير، والمخابرات المغربية عطاتها أكثر من مرة معلومات دقيقة ساعدت في إفشال عمليات كانت غادي تكون كارثية. الموضوع موقفش غير عند مكافحة الإرهاب، ولكن حتى التجسس والأعمال العدائية الأخرى اللي كتستهدف أمن البلدين. اليوم التجسس ولا عنده أشكال كثيرة، ماشي غير بالطريقة التقليدية، ولكن حتى عبر السايبر والهجمات المعلوماتية. المغرب وفرنسا عارفين أن أي دولة بوحدها صعيب عليها تواجه هاد التحديات، وهنا كيجي دور التعاون الثنائي. من جهة أخرى اللقاء تطرق حتى الجانب الرياضي والأحداث الكبرى اللي غادي يعرفها المغرب في القريب. المديرة الفرنسية شكرت المغرب بزاف على المجهودات اللي داروا في الألعاب الأولمبية اللي كانت في باريس 2024، بحيث المساهمة المغربية في التأمين كانت واضحة ومهمة. دابا المغرب كيستعد لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وهذه أحداث عالمية كتحتاج تنسيق أمني كبير ومشاركة خبرات وتجارب بين الدول. فرنسا عندها تجربة كبيرة في تنظيم الأحداث الكبرى، والمغرب كيستفد منها، ولكن في المقابل حتى المغرب عنده تقنيات وأساليب جديدة فرضها الواقع ديال المنطقة، وفرنسا كتعلم منها. اللي خاصنا نفهموه هو أن هذا اللقاء ماشي معزول، ولكن جا في واحد المرحلة اللي كتشهد عودة قوية ديال العلاقات بين الرباط وباريس. صحيح كانوا توترات سياسية في السابق، ولكن الأمن دائما كيبقى واحد المجال اللي كيجمع حتى ملي كتكون الاختلافات في المجالات الأخرى.